عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، انا عايزه اتكلم معاكم في حاجه كده، اللي هو على حوار اللانش بوكس اللي دار اليومين دول. والناس يعني الناس اللي بتحط فيه ناجتس وشايفه سوسيس ونقانق وحاجات كده بتتعمل لللانش بوكس. احنا ممكن يكون في مقدرتنا ان احنا نعمل الحاجات دي، غيرنا مش في مقدرته حتى ان هو يعملها في الغدا، او ممكن يكون بيعمل الفراخ مرة واحدة في الغدا، او كفتة الفراخ او الناجتس او اي حاجة من الحاجات دي مرة واحدة في الاسبوع في الغدا. فاحنا نحاول نسهل الدنيا على بعضنا شوية، بحيث ان كلنا مش قادرين نعمل ده. انا ممكن، ودايما كان اللانش بوكس دايما كان سندوتش جبنة، كان سندوتش، ممكن سندوتش بطاطس محمرة، سندوتش طعمية، مش عارف ايه الحاجات دي كلها كنا زمان بناخدها، وكنا بناخدها في كيس، ما كناش بناخدها في لانش بوكس ولا اي حاجة من الحاجات دي. فانا يعني ايه، العيال بتبص لبعضها. يعني انا ممكن بنتي تبص لبنتك، تبص تيجي تقول لي مثلا انا صاحبتي النهارده جابت كذا في اللانش بوكس، فانا عايزه زيها وانا مش في مقدرتي، فانت هتضطري تعملي لبنتك ولابنك ده. فاهماني؟ فاحنا نحاول نسهل الدنيا على بعضنا شوية، بحيث ان كلنا مش في مقدرتنا نعمل ده، وان الدنيا اصلا غالية والايام صعبة، وفي مننا معاه بدل العيل 2 و3 بيروحوا المدرسة. اعملي كل حاجة في البيت وجبنة ولانشون ومش عارف ايه، واديهم سندوتشات، بس سندوتشات اللي هي دي وجبة فطار، يبقى ده سندوتش فطار. اديله مثلا لما يجي يتغدى في البيت اللي هي وجبة الغدا، الفراخ، لحمة، بانيه، على حسب ما انت عاملة. حتى لو شوية مكرونة وبطاطس محمرة. نعود عيالنا على البساطة اللي احنا اتربينا عليها. لكن الناجتس والحاجات دي كلها، اللانش بوكس وكل، يعني تنفع للانش بوكس وكل ده، بس انا مش في مقدرتي اعمل اللي انت بتعمليه. فاهميني؟ بس كده. اصلا شايفه يعني حوار اللانش بوكس كبر شويه وضخم مننا، فقلت اما اقول معلومه يمكن حد يستفاد مني ولا حاجه. اللي هو اصل الموضوع مستفز شويه، اللي هو انا مثلا لو انا باقي مني اكل من تاني، يعني النهارده مثلا كنت عامله كفته او فراخ وباقي مني، وابني قال لي حط له في اللانش بوكس، لا انا ممكن افطره بيه قبل ما يمشي سندوتش كده، وما اوديهوش معاه المدرسه، اديله سندوتش جبنه، سندوتش لانشون، سندوتشات الطبيعيه اللي هي سندوتشات عاديه، بحيث ان ما خليش حد يبص له، ما خليش ان مثلا صاحبتها دي او صاحبها ده يبص لها ان انت احسن مني، او ان انت جايبه اكل مش معايا، او يروح يحط اهله في موقف محرج. فاهميني؟ بس كده. فياريت نهونها على بعضنا شويه، ونبقى عندنا رحمه ببعض شويه. ويا رب يكون قلت حاجه تفيد حد، او حد يستفاد مني بكلمه.